هو انا كنت داخله اصور لكم جزء تاني لمشتقات الالبان زي ما طلبتوا مني عادي، وبعد مذاكره وبحث كتير قوي عشان اعمل لكم اغلى انواع الجبن زي الجبنه الشيدر الطبيعي والموتزاريلا الايطالي الاصلي والفلادلفيا من غير استخدام منفعه لانها غلبتكم تدوير، وباستخدام الخل او الليمون. لقيتني مش محتاجه لا الخل ولا الليمون. عارفين ليه؟ دفيت اللبن وهوب لقيته فصل وطلع قاطع. ارميه؟ ما بقى الست مصريه اصيله. اشتغلت بيه برضه وما عتقتوش وخدت نتائج احلى من اللي بقالي شهرين عماله بذاكر فيها. مش كده وبس، تابعي الفيديو للاخر عشان هقولك استخدامات لشرش اللبن عمرك ما هتتوقعيها، مش بس للاكل ده للتجميل كمان. ويلا بينا نعمل الجبنه الشيدر الطبيعي اللي اسعارها رفعت في السما دي، ومن غير استخدام صفار بيض ولا اي اختراعات غريبه من اللي شفتها وما اقنعتنيش خالص دي. احنا هنعملها بطريقتها الاصليه اللي بيعملوها بيها في بلادها بره. كل الحكايه انك لو عندك لبن قاطع او رايب هتدفيه تدفيه بسيطه عشان يفصل كده، وبعد كده هتبتدي تصفيه. طب لو عندي حليب طازه لسه جاي من عند اللبان ولا رايب ولا قاطع ولا اي حاجه، اعمل ايه؟ كل الحكايه انك هتدفيه تدفيه خفيفه قوي برضو، وهتضيفي له 5 معالق كبار خل او عصير ليمون لكل كيلو حليب، وتقلبي في كل الاتجاهات بالشكل ده. هتلاقيه فصل منك وبقى بالمنظر اللي قدامك ده. هتاخديه بقى وتصفيه في مصفى او شاشه او فوطه مطبخ. هجمع المواد الصلبه اللي تطلع منه واحطها في الكبه وعليها تلت كوبايه زبده وربع كوبايه حليب، ملح حسب الرغبه، لون طعام وده اختياري. وركزي معايا بقى في المكونات دي. بوله فيها معلقه صغيره ميه، هتضيفي عليها معلقه صغيره بيكربونات الصودا، ومعلقه زيها بالظبط ملح ليمون. هتلاقيهم فاروا بالشكل ده، فاروح واخداهم وحطاهم للكبه بتاعتي. وهضرب كل المكونات. وعلى فكرة المقادير دي لكل 2 كيلو حليب. هسيب لكم المقادير بالتفصيل فوق الفيديو زي ما بتحب. هاخد بقى خليط الجبنة بتاعي المحبب اللي لسه ما بقاش ناعم خالص ده، واحطه في حلة على نار هادية قوي، او ممكن كمان والاصح ان انا اعمل له حمام بخار. اول ما احطه على النار واقلب هلاقيه سايل بالشكل ده. هقوم جايبة معلقتين كبار نشا وادوبهم في 4 معالق كبار حليب، واقعد اضرب جامد لحد ما الزبده تفصل عن الجبنه بالشكل ده، وما تتخضيش زي ما انا اتخضيت ساعتها لان ده شيء طبيعي. خدي الكلام ده كله بعد ما يبرد شويه واضربيه في الكبه. هتتفاجئي بخليط جبنه متجانس وبيمط بالشكل اللي يجنن ده. وعشان درجه مطاطيه الجبنه تعلى وتزيد اكتر هقوم حطاها على النار تاني واقلب يعني 5 دقايق كده لحد ما اوصل لمطه رهيبه وما بتتقطعش بالشكل اللي قدامك ده. فاقوم واخداها جري على علبه من البلاستيك المعالج او الازاز، واغطيها واحفظها في التلاجة. وبعد ساعتين كده على الاقل هقلبها واقطعها، هلاقي شرايح جبنه تشيدر متماسكه وطريه وجميله بالشكل ده، من غير بقى ولا زيوت مهدرجه ولا دهون ولا اي حاجه مضره. ده غير انها اقتصاديه جدا. انتوا عارفين قالب جبنه زي ده وبالجوده دي بيعمل كام دلوقتي؟ ادينا عملناه من 2 كيلو لبن بس، كان ممكن قوي يترموا. وتعالوا جوعكم شويه واوريكم شكلها لو سخناها في الساندوتشات. وممكن قوي ندخلها في اي حشوه بنحبها زي السمبوسه والكوردون بلو والمكرونات بانواعها. اما الموتزاريلا الايطالي الطبيعي فدي بعملها باني بسخن نفس اللبن القاطع ده على نار هاديه قوي، والبس حاجه في ايدي واقعد اشد وامط في الجبنه كده تحت الميه بعد ما املحها بشويه ملح. هعصرها كده من الميه اللي فيها خالص وابتدي افتتها في حله واضيف لها نفس المحلول اللي كان عباره عن معلقه صغيره ميه وزيها بيكربونات الصودا وزيها ملح ليمون، وارجعها للحله تاني واقعد اقلب فيها، وبعدين ابتدي اطلعها واشد وامط فيها لحد ما تبقى عامله زي الاستك في ايدي كده. فاقوم عاملاها على شكل كوره كده وابتدي اقطعها او ابشرها وادخلها في اي اكلات انا بحبها. انا حطيتها على عيش وسخنتها عشان اوريكم قد ايه هي بتمط، ومطتها اعلى من اي نوع جبنه استخدمتها في حياتي مهما كانت غاليه. بتفكرني بالجبنه الحلوم او الجبنه المشلال السوري. واكيد مش محتاجه احكي لكم على جمالها فوق البيتزا والفطاير. وتعالوا نعمل جبنه كريمي او لبنه ما تقلش في جودتها عن كيري وفلادلفيا خالص، وده عن طريق اني باخد المواد الصلبه اللي بصفيها من اللبن برضو واضربها في الكب، واضيف لها كام معلقه من شرش اللبن عشان اطريها شويه، ومكعب زبده، وانزل بسرسوب زيت قيمه ربع كوبايه كده لحد ما يتكون عندي قوام كريمي بالشكل ده. وتقدري لو عايزاها جبنه لايت تستغني عن الزبده والزيت وتستبدليهم بالزبادي او الحليب زي ما عملنا في فيديو الجبنه الكريمي اللي فات. هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات. وتقدروا كمان
تضيفوا النكهات اللي بتحبوها عن طريق إضافة ترك مدخن أو بسطرمة أو زيتون أو أي نوع جبنة غالي بتحبوه زي الريكفورد مثلا وعايزين تضاعفوا كميته. وعلى فكرة لو مكسلة تعملي خطوات الجبنة من البداية تقدري إنك تستبدليها كلها بجبنة قريش تضربيها في الكبة وتضيفي لها برضو كل النكهات اللي انت عايزاها، بس في الحالة دي هتتكلفي ضعف المبلغ اللي هتدفعيه لو عملتيها من اللبن. وتعالوا نعمل ساندويتش ام رابن الشهيرة ام زعتر وزيت عشان اجوعكم. الجبنه دي كمان بتبقى تجنن مع القراقيش والتوست المحمص. اما بقى بالنسبه لشرش اللبن فما بقاش ست مصريه اصيله لو ما استخدمتوش، وتعالي اقول لك ممكن نستخدمه في ايه. اولا حطيه في التلاجة لحد ما يعمل وش كده، شيليه وجمعيه واحتفظي بيه في علبه في التلاجة او في الفريزر، علشان لما نجمعه هنعمل بيه احلى زبده ونحولها لاحلى سمنه بلدي في العالم، او اننا نستخدمه كسور كريم او كريمه طبخ من نوع فاخر. بعد كده قسميه في اكياس تلاجة بعد ما تفرغي منها الهواء بالشكل ده، وحطيه في الفريزر لو عندك كميه كبيره. وتعالي اقول لك هتعملي بيه ايه زي ما جداتنا كانوا بيعملوا. تعرفي انك ممكن تخليلي فيه الخيار والقرنبيط للون وطعم ما حصلش، او تعجني بيه المخبوزات والبيتزا لهشاشه وطعم ما شفتيهوش قبل كده، لانه بيحتوي على محسنات خبز طبيعيه زي الخل وغيره. طب حد قالك قبل كده ان جداتنا زمان كانوا بيضيفوه لطواجن الرز المعمر وبيعملوا منه رز لون وطعم وريحه ما تتقارنش بحاجه خالص؟ طب خدي المفاجاه دي بقى عندك، انا بستخدمه مع منقوع لبان الذكر كغسول وماسك يومي لبشرتي، ومش قادره اوصف لكم بيشد البشره وبيخليها نقيه ازاي. هم معروفين اصلا انهم كولاجين طبيعي. هسيب لكم انتوا التجربه، بس ما تنسوش تدعوا لي. وفي النهايه خالص عايزه اقول إني مش خايفة على بلادنا العربية أبداً في الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم دي، وهخاف إزاي وحرفياً كل بيت من بيوتنا فيه وزيرة اقتصاد. إحنا شعوب جميلة قوي يا جماعة، وستات جدعة تمسك التراب بطاقتها الحلوة وحبها لبيتها وعيالها يتحول دهب. وانتوا كمان قولولي بتستفيدوا إزاي من الحاجات اللي غيركم بيرميها، وبتحسوا بالإنجاز كده وبالبركة وهرمون السعادة عندكم بيزيد. خلينا كلنا نحفز بعض. ولو استفدت ولو استفادة بسيطة قوي من الفيديو أتمنى تشجعوني بلايك وشير، وتسيبولي كلمة جميلة زيكم في الكومنتات عشان فيديوهاتي دايما توصلكم بانتظام. أنا شيماء البهي.